جدا، بيساعدني وانا شغال في اي حاجه بقى، رساله ماجستير، رساله دكتوراه، شغال على برامج تقيله، ايا كان مجالك ايا كان تخصصك، فانت بتضطر ان انت تنزل ملفات كبيره. او يا عم فاتح برامج تقيله، فلنفترض ان انت فاتح مثلا جوجل وفايرفوكس والاب ستور وكذا حاجه بقى عندك يعني، وعندك برنامج التسجيل، وعندك فاتح كذا برنامج على اللابتوب، واللابتوب عادي، ولا امكانيات عاليه قوي ولا امكانيات قليله قوي، يعني اللابتوب عادي. تمام. واحنا طبعا اغلبنا دلوقتي بقى معاه لابتوب، وحتى لو جهاز كمبيوتر برضه كله دلوقتي بقى بيهنج الا الامكانيات الكبيره. طب حلو قوي. فانا دلوقتي اعمل ايه؟ اول ما يحصل عندك تهنيجه لكل ده، معظم الناس تقوم قافله لك اللابتوب وفاتحاه تاني، صح؟ لا، احنا مش عايزين نعمل كده، علشان لو اللابتوب بتاعك تقيل، اللي هو بيقعد فتره يفتح وبيقعد فتره يقفل، ما تزهقش. امال اعمل ايه؟ هتتك على 3 اختصارات موجودين عندك: زرار اسمه كنترول، مع زرار الشيفت، مع زرار اسكيب. هعمل لك ال3 زراير قدامك دلوقتي على الشاشه، هم دول اللي هتتك عليهم مره واحده: كنترول مع شيفت مع سكيب. هيظهر لك القائمه اللي موجوده قدامك ديت، تعالوا نفتحها. طب حلو قوي. هتلاقي عندك حاجه ابحث عنها، هتلاقيها اسمها ويندو اكسبلور. ولو ما لقيتش ويندو اكسبلور ديت، شايفين الايقونه اللي تحت خالص ديت؟ افتحها. مش انت لما بتدخل على الكمبيوتر ماي كمبيوتر بيبقى عندك فولدر دي وفولدر سي؟ انتوا فاهمين الفولدرات ديت؟ خليها مفتوحه عندك على الجهاز، علشان ساعات ما بتكونش باينه ويندوز اكسبلور. تمام، الخير لما بتكون مفعل اللي تحت. طب جميل قوي. اتك معايا بقى، كليك يمين بالماوس على اكسبلور، هتلاقي عندك حاجه، اول حاجه في القائمه ظهرت لك اسمها ريستارت. هيعمل لك الرستره، او هيعيد لك اعاده تشغيل لحاجات، بس طبعا مش كل الحاجات، اهم الحاجات